تخيل معايا كده بتصحى من النوم تلاقي خبر بيقول إن في ذئاب منقرضة من آلاف السنين رجعت للحياة. تفتكر دي ممكن؟ طيب لو ده حصل فعلا هل ممكن نشوف الديناصورات بتمشي في الشارع ولا يمكن كمان بتطير فوقنا؟ الموضوع مش فيلم خيال علمي، لا دي بقى واقع. العلماء قدروا يعملوا اختراق علمي جبار ونجحوا إنهم يرجعوا صفات من نوع نادر من الذئاب اسمه داير اللي ظهر في مسلسل جيم اوف ثرونز، ونقلوها لذئاب رمادية عايشة دلوقتي، وبكده يبقى عندنا ذئاب جديدة عندها جينات من سلالتها المنقرضة. وده حصل من شركة اسمها كولوسال بايوساينسز، واللي بقالها شغالة من 2021 على مشاريع مجنونة زي إرجاع الماموث وطائر الدود ونمر تسمانيا. المؤسس بتاع الشركة قال في بيان رسمي إنهم أخذوا حامض نووي من سن وجمجمة أعمارهم 13 و72 ألف سنة، وقدروا يخلفوا 4 جراوي ذئاب، منهم 3 طلعوا بصحة ممتازة، وبالمناسبة أساميهم رومولوس وريموس وخليسي. والله خليسي. الجراوي دي كانت كبيرة بشكل طبيعي، والفرو بتاعها سميك ولونه فاتح شبه جدودها اللي كانوا منقرضين، والنهارده بيتربوا في مكان سري ومؤمن جدا بعيد عن الناس. الشركة دي بتقول إن التقنية دي مش بس علشان نرجع أنواع انقرضت، لا كمان ممكن نحافظ بيها على حيوانات لسه موجودة بس مهددة بالانقراض، وطموحاتهم يرجعوا الدودو والماموث ونمر تسمانيا، ومش بعيد كمان يعملوها قبل سنة 2028. بس هنا بقى السؤال المهم، هل فعلا من حقنا نرجع كائنات الطبيعة خلصت منها؟ وايه اللي ممكن يحصل لو التكنولوجيا دي وقعت في ايد ناس ملهمش ضمير؟ تخيل معايا ديناصورات بتجري في الشوارع. الفكرة يمكن دلوقتي تبدو خيالية، بس في المستقبل مين عارف؟ قولولي في الكومنتات، تحبوا تشوفوا الديناصورات راجعة ولا شايفين ان اللعب في جينات دي خطر؟ وسيبولي لايك على الفيديو واشتركوا في القناة علشان نكمل مع بعض اغرب واخطر اكتشافات العلم. سلام.